مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي فلاحة، بعد عملية جني وفرز ثمار النخيل كتجي مجموعة من الشروط والظروف اللي خاص نلتزموا بها باش نخزنوها التمور في ظروف خاصة. أولا كتتم عملية تجفيف بحيث كنشروها تحت الشمس باش تولي مناسبة للتخزين، وكنعالجوها فرارا خاصة باش نحاربوا السوسة وبعض أنواع البكتيريا. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للتمور اللي الرطوبة ديالها ما بين 20 و 25% ماشي من الضروري المعالجة ديالها، فقط نخزنوها في درجة حرارة متوسطة. أما التمور اللي كتفوق الرطوبة ديالها 32% فهي كتحتاج للتخزين في غرف التبريد. وقبل من عملية التخزين في غرف التبريد كيتم وضع التمور في محلول جلوكوز 10% قبل التعبئة والتغليف. وفيما يخص مدة التخزين فكنحدوها حسب درجة الحرارة، بين شهر بالنسبة لدرجة حرارة كتراوح بين 26 و 27 درجة مئوية، إلى أكثر من سنة في حالة تراوحات الحرارة ما بين 17 و 18 درجة مئوية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فهاد العمليات ديال التبريد كتساهم في توقيف عملية النضج ديال الثمار وسرعة انتشار الأحياء المجهرية، وكتقلل من عملية التنفس، وبالتالي كتحافظ على الثمار من التلف، وكتساعدنا باش نخزنوها لمدة أطول حسب طلب السوق، واللي كيساعد في تثمين المنتوج ويعطيه قيمة مضافة. والإشارة أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالبلورات اللي كتشبه السكر الأبيض وكتظهر تحت قشرة التمرة فهي كتجي من مدة تبريد اللي طويلة وكتأثر على المظهر الخارجي للتمور، ولكن ما كتنقصش من الجودة ديالها. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.